دايز دي معاك هادي. واخا بزاف الناس غادي يتقلقوا، انا عارف كيتقلقوا ما كيعجبهمش الحال، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لي قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر. دونك انا الواجب ديالي نقول الحق. الرجال خوتي الله يرحم بها الوالدين، القوامه راه ماشي هي الفلوس، القوامه الشرفه الله يرحم بها الوالدين ماشي هي ريبورتور خصنا المنظر كاين هاني. القوامه ماشي هي انني نصرف على مرتي وصافي. بزاف ديال الرجال ولينا كنشوفوا هذه العاده هذه كيجي كيمشي كيضرب تماره. الله يرضي عليك اخويا، ما باردش الكتاف كضرب تماره مزيان، كيقول لك انا موفر ليها، انا شاري ليها، انا شاري ليها، انا شاري ليها، كيعطي الفلوس وكيعطي كل شيء، ولكن الحضور ديالو ما كاينش. اولا الحضور ديالو ما كاينش لا معاه لا مع ولادو. ثانيا القوامه فيها جانب عاطفي يا استاذي الكريم. راه فاش كنجي انايا كنقوم بواحد الزوجه ولا كنقوم بواحد المراه، كنقوم بها ماديا، كنقوم بها في المسؤوليات، وكنقوم بها حتى في الجانب العاطفي. راه عندها واحد الجانب عاطفي حتى هي محتاجه، وكتلقى هذه اللقطه هذه ولات بزاف كنشوف في لي كونسلطاسيون كيضرني خاطري، وكتسبب بزاف ديال المشاكل سواء عاطفيه سواء سيكولوجيه للزوجه ديالك للمراه ديالك. كيقول لك انا باغي مراه محتشمه بنت الناس الله يعمرها دار، تجلس في الدار انا نقوم بها، كتجلس هي في الدار. وتخيل اخويا نتايا نحطوك في الدار ونسدو عليك ونعطيوك المصروف نعطيوك ما تاكل وما تشرب، ما تخرجش من الدار، وفاش تجي في العشيه نجي عيان ونعس، والسبت حتى هو ما كاينش. راه ديك السيده حتى هي خصها تخرج، حتى هي خصها تدور، حتى هي خصها تنفس شي شويه. وما كنقولش كان خسر زباله ملاير، كاين اللي غيقول لي ما عندناش. لا اخويا خرج انت وياه، ضرب تويشي، ضرب دويره انت وياه في الجريده، تنفس شي شويه غير تحس بانك هازها الهم. فاش كتجي كتقول لها والله الا السيمانه كامله وانايا كنتسنى غير هاد السبت باش نضرب انا وياك الدويره، نتمشاو ونتذاكروا ونجمعوا. راه القوامه فيها حتى الجانب العاطفي اشرف الله يرحم بها الوالدين. انا عارف بزاف الناس غادي يتقلقوا وما غيعجبهمش هادشي، حيت كيخرجهم من واحد الجانب الراحه. نمشي نضرب الخدمه انا النهار كامل، وفي العشيه نخرج مع السته نجي للدار نشوف واش كاين شي ما يتكال، ونعاود نمشي للقهوه نتفرج في ماتشات ديال الشامبيونز ليغ. راه الماتشات ديال الشامبيونز ليغ ماشي ما داخلينش في المسؤوليات ديالك الشريف، اللي في المسؤوليه ديالك خليتيه في الدار وما قمتيش به. راه غريب واش كنتزوجوا على حساب اننا غير على حساب، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، كتزوج على حساب الفراش صافي، على حسب الحاجه الجنسيه ديالك. بغيت انا الحاجه الجنسيه ندخل نقضي الحاجه الجنسيه نمشي للقهوه، ها كيفاش تصرف فيها الماكله والشراب انا راه مقدك معمر لك الثلاجه. وفي الاخر كتلقى بان كاين واحد التباعد في الاسره، ولا الراجل كيقول لك لا انا عندي البيزنس خصني نطلع البيزنس، كيبقى مقابل البيزنس في مده 5 سنين 10 سنين، وفاش كيرجع للدار كيخوى عنده الوقت كيقول لك مرتي هاملاني. وراه انت هاملتيها 10 سنين، راه يا رب دارت واحد الروتين بلا بك انت، حيت انت ما كاينش بتاتا. وبلا ما يطلع شي واحد يقول لي لا راه العيالات وقيتهم جايه غندويو عليهم وغندويو على المشاكل اللي كيديروا حتى هما. ولكن دابا ركز لي على هذا المشكل الا فك خدم عليه، ويقدر يكون هو الاصل ديال الراحه في البيت ديالك، هو اللي محيد لك وساب لك الراحه في البيت ديالك.